عودة من جديد وبالطبع مباريات مهمة جدا ومباريات رائعة جدا. يعني اليومين الثلاثة اللي جايين دول هتشوفوا كمية مباريات مهمة جدا في افريقيا، وهتستمتعوا بأداء الاهلي والزمالك والرجاء والوداد. الحقيقة يعني هتقعدوا في البيت هتشوفوا وجبة كروية دسمة وصراع قوي جدا على الحفاظ على اللقب. في هذا الصدد معانا الناقد الرياضي محمد جمال عشان يكلمنا عن كل التفاصيل. منورنا يا باشا. منور بيك يا اسلام والله. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. انت عامل ايه؟ كله كويس؟ كله زي الفل. جاهز ولا مش جاهز؟ لا جاهز. مين ياخد البطولة قبل ما تدخل في التفاصيل؟ لا والله الاربعه عندهم فرص قويه جدا. انا عندي سؤال كده، بص لما الضيف يجي روح خطفه كده بسرعه. بص هو الاربعه عندهم فرص كويسه قوي. الاربعه كمان ماشيين بشكل كويس. يعني انت لو بصيت هتلاقيهم نفس النظام. يعني الاهلي بطل الدوري، الزمالك خسر الدوري، الناحيه الثانيه الرجاء بطل الدوري، الوداد خسر الدوري. فالاربع فرص طبعا عندهم، الاربع فرق عندهم فرصه حلوه في الفوز السنه دي، وكمان بيراميدز عنده فرصه حلوه في الفوز بالكونفدراليه ان شاء الله. خليني الاول اقول انه خلاص بكره ان شاء الله هتتعمل قرعه المباراه النهائيه، وكان الاتفاق انه لو يعني فرقتين من المغرب وصلوا للنهائي يلعبوا في المغرب، ولو فرقتين من القاهره او من مصر الاهلي والزمالك يلعبوا في القاهره. لكن طرف من هنا وطرف من هنا كان المفروض ان هيبقى في ملعب محايد، لكن الكلام ده ما بقاش حقيقي دلوقتي. الحقيقي دلوقتي انه بكره هتتعمل قرعه والمباراه النهائيه سواء وصل الاهلي والزمالك والرجاء والوداد هتتلعب زي ما قلنا في مصر والمغرب، ولو طرف من هنا وطرف من هنا هيتعمل قرعه وهتتلعب برضه في مصر او في المغرب وانت وحظك. شايف ايه؟ ده بص ده في حد ذاته حاجه حلوه جدا. يعني ان شاء الله بنتمنى ان الاهلي والزمالك يصعدوا النهائي، زي طبعا ما الجمهور المغربي بيتمنى ان الرجاء والوداد يصعد النهائي يعني. فساعتها لما تلاقي في استاد القاهره هيبقى الجو افضل بكتير. طبعا احنا محرومين شويه من الجمهور طبعا بسبب الكورونا وبسبب حاجات زي كده، بس في المغرب برضه محرومين على فكره، وهتاثر بشكل كبير جدا. يعني الاهلي لما يروح يلعب هناك والزمالك يروح يلعب هناك، على فكره في فرق كبير جدا ما بين كنت بتلعب دلوقتي وبين السنه اللي فاتت، فرق شاسع اللعيبه هتحسه في الملعب. يعني جمهور الوداد وجمهور الرجاء قوي جدا. فانت دلوقتي لما تلعب في مصر ان شاء الله نهائي اهلي وزمالك، اعتقد مفيش فرصه افضل من كده يعني انها توري الكره المصريه وصلت مرحله كويسه ان شاء الله. خلينا طيب ناخد مباراه ونتكلم مثلا عن الاهلي والوداد. شفنا كواليس سفر البعثه، شفنا كابتن محمود الخطيب مسافر بنفسه مع البعثه، بيعكس اهميه المباراه بالنسبه له وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي. وخلينا كده يعني نشوف التشكيل المتوقع للفريقين ونبتدي نتكلم عن نقاط القوه والضعف في الفريقين. بص لو اتكلمنا في البدايه طبعا النادي الاهلي، لا النادي الاهلي عايز البطوله. النادي الاهلي غايبه عنه البطوله بقى لها 7 سنين دلوقتي من 2013 بالظبط. فطبيعي جدا مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب لا عايز البطوله، لان هو مجلس دلوقتي بقى له 3 سنين ونص ما حققش البطوله. وصل ل2 فاينل، كان منهم فاينل كان مع المهندس محمود طارق وكان كابتن الخطيب بيستلم، والتاني خرج والتاني خسر من النهائي قدام الترجي، ثم خساره من صن داونز وخرجت. فانت عايز البطوله، الاهلي عايز البطوله. الناحيه الثانيه لو تبص فيها الزمالك برده مسافر، الزمالك جاهز جدا. رحيل كارتيرون اثر بشكل سلبي، ما حدش يقول ان هو ما اثرش، لا كارتيرون اثر بعد ما كان تملك كل الامور في نادي الزمالك وكان مسك اللعيبه بشكل كويس وكان عارف كل المقاومات اللي قدامه خلاص وكان عنده قماشه ويشتغل بيها وقدر انه يحقق كل النتائج. فطبيعي لما رحيله في الوقت ده طبيعي جدا مصر. جيمي باتشيكو مدرب كويس ومدرب دفاعي محترم وكل حاجه، بس كان بقى له 3 سنين قاعد في البيت فطبيعي جدا ما بيشتغلش. فطبيعي لسه ما ينزل على نص نهائي افريقيا ممكن الراجل يفرق معاه جدا، وممكن الراجل يشتغل شغله كويس لانه مش غريب على الكره المصريه، مش غريب على نادي الزمالك واشتغل هنا قبل كده، ومش غريب كمان انت محتاج دلوقتي طريقه دفاعيه خاصه انت هتلعب رجاء بره، محتاج انك تظبط امورك. الاهلي مركز بشكل كبير جدا، الزمالك مركز بشكل كبير، لكن الفرقتين التانيين لا يجب الاستهانه خالص. طيب خلينا نتكلم عن الاهلي والوداد، وتعالى نشوف تشكيل النادي الاهلي مثلا المتوقع. النادي الاهلي ممكن يبتدي بص الكلام اللي طالع من المغرب ان في 3 في وسط الملعب، يعني مفيش 2 في وسط الملعب. التشكيل المتوقع اللي انا اعرفه ان محمد الشناوي جاهز خلاص بشكل كبير انه يلعب المباراه. لا مفيش اصابه، والراجل اتمرن بشكل كويس. هيبقى ظهير ايمن محمد هاني مش احمد فتحي. ده لسه في خلاف، بس حتى الان محمد هاني. ظهير ايسر طبعا علي معلول ورجع وشفناه وصل امبارح من النمسا. 2 مساكين هيبقى ايمن اشرف اللي جاهز برده للمباراه وجنبيه ياسر ابراهيم. طب ليه محمد هاني ومش احمد فتحي؟ هي دي بترجع لبيتسو موسيماني شويه بقى. احمد فتحي شفناه الفتره اللي فاتت كان ماتش لا لما حصل الجايبات شفناه باك شمال. بس خلينا نبقى متفقين ماتش احمد فتحي يعني وجهه نظري كل امور اشاد بمستويات احمد فتحي الفتره الاخيره، بالرغم ان الراجل خلاص ماشي من النادي الاهلي. شفناه اخر مباراه بيراميدز الفريق اللي هيلعب معاه السنه اللي جايه، مفيش تهاون في الملعب، بيلعب بمنتهى الاحتراف وبمنتهى الروح القتاليه. ليه اخسر لعيب زي ده في المباراه دي؟ دي حاجه متعودنا كلنا على احمد فتحي من 2002 موجود اساسي في الكره المصريه، ما شفناش قعد مباراه وما شفناش مش احترافي. فاحمد فتحي اللي بيعمله ده فعلا كره القدم اللي الناس كلها عايزه تشوفها. احمد فتحي كان بيلعب قدام بيراميدز كانه ناشئ، يعني كانه عايز يثبت نفسه للنادي الاهلي. كانه راح السنه الراجل خلاص كلها لا الراجل ممكن ما يلحقش معاك النهائي، يعني انت ممكن توصل النهائي ما يوصلش معاك النهائي، ما يلعبش مباراه نهائيه يعني بسبب موضوع القيد. فهاني انا شايف هو اللي هيبدا اساسي، خاصه ان هاني انت اللي بتبني عليه خلال السنين الجايه. هاني على الشاشه هو ده جمهور الاهلي وجمهور الوداد الاحمر والاحمر، يعني حاجه عظيمه جدا وجمهور رائع جدا. طبعا الاثنين عندهم جماهير عظيمه جدا والزمالك والرجاء جماهير عظيمه جدا. فصدقني الكوره خسرت جدا الماتش ده دوت ما يبقاش جمهور. انا لسه كنت بقول الكلام بالظبط. نرجع طبعا لوسط الملعب. هاني هيبدا وجهه نظري يعني التوقعات كلها هاني بتشير ان هاني يبدا، لكن انا مثلا وجهه نظري انا نفسي احمد فتحي، يعني احمد فتحي واخد على المباراه دي بشكل اكبر. هاني لعيب مميز جدا، بس احمد واخد
واخد على الماتشات دي بشكل كبير. يمكن يساعد هاني ان مفيش ضغط جماهيري في المباراه، الاستاد هيبقى فاضي، فبالتالي الضغوطات هتبقى لما هنيجي دلوقتي نتكلم على الوداد ونتكلم على اللي هو بالشمال بتاعه وفتح اللعب بتاعتهم، لا العناصر قويه جدا يعني وسط الملعب. الاثنين اللي في القلب الاول ياسر ابراهيم وايمن اشرف، وشايف ان دول انسب حاجه. ما هو المتاحين قدامك يعني. انت رامي مصاب، سعد مصاب، ممكن يلعب بفتحي مساك مثلا، حمدي فتحي مش هيخاطر في مباراه زي دي بحمدي او بكابتن احمد، مش هيخاطر بيها، هيلعب عادي بالمضمون بتاعه ايمن وياسر بيلعبوا معاه على طول. خد بالك النادي الاهلي كان عنده مشكله بسبب طول ايمن اشرف مش طويل قوي، يعني ماتشات دي هي صعبه محتاجه اطوال. بس انت لو بصيت برضه احمد فتحي مش طويل يعني. احمد فتحي مش طويل، احمد فتحي عنده جامب عالي وعنده روح القتاليه بيعوضها يعني بس موسيماني بيفضل اللاعب اللي يطلع بالكره من ورا، فهيبقى كل المصلحه يعني كل الامور بتصب في مصلحه ايمن اشرف. وسط الملعب انا شايف ان موسيماني هيلعب بثلاثه. موسيماني دايما بطبعه لما بيوصل للمباريات الخارجيه بيحب ان هو يجيب جول، بس في نفس الوقت بيحب انه يبقى خارج مأمن يعني الماتش بشكل كويس. فانا شايف ان الثلاثه اللي هيبداوا عمرو السوليه واليو ديانج وحمدي فتحي. طيب والثلاثه ظاهرين بشكل كويس. خلينا نقف معاك هنا. فايلر قدام الزمالك لعب بالشكل ده وما نجحتش خط، بس نجح قدام صن داونز ماشي. وبعدين المفروض ان موسيماني يتفرج على اخر 5 6 7 ماتشات للنادي الاهلي، الراجل جاي مصر ما بيعملش حاجه غير ان هو قاعد في الاوتيل او قاعد في بيته بيتفرج على الماتشات الاخيره، فبالتالي اكيد شاف ماتش الاهلي والزمالك. طبعا لما شاف الثلاثه دول ما نجحوش، ايه اللي يخليه يقرر نفس الشكل؟ ما الواجبات هتبقى مختلفه. يعني انت في مباراه الاهلي والزمالك لو تبص عليها، لا كان ديانج كان هو اللي بيزيد، كان الثلاثه بتوع وسط الملعب بيزيدوا، فما كانش في حد بيسبق. كان يغطي ورا هنا وما حصلش. ما حصلش خالص، ومش محتاج مدرب يقول له عشان دي بديهيه جدا. ما حصلش خالص. وكمان وصلت ان كان قفشه كمان بيزيد، وكان بيزيد من العمق بشويه، فحصل ان كان بن شرقي كان بيخترق بشكل كبير جدا من ورا محمد هاني في المباراه دي. فده لو حصل في ماتش الوداد هتبقى شيء خطر جدا 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 من بديع عق ومن اسماعيل حداد، سواء في الطرفين سواء هاني او علي معلول. فطبعا الثلاثه في وسط الملعب ليها طبعا ليها مخاوفها وليها برده مميزاتها. انت مميزاتها انك بتلعب خارج الارض، انت محتاج انك تخرج يعني اكتر حاجه تعادل، يعني انت عايز تخرج من 6 ومن 8 يعني مين اللي هيلعب 6 ومين الاثنين اللي هيلعبوا 8؟ اعتقد ان ال6 هيبقى ديانج 6، واعتقد 8 هيبقى عمرو السوليه، لان عمرو السوليه بيلعب الموضوع ده بشكل كويس جدا. السوليه وحمدي فتحي بالظبط، وحمدي فتحي كمان بيجيدها بشكل كويس، بيكمل كويس، بيشوط كويس، عنده هيدرز كمان ودي كمان هتعمل لك كمان يا اسلام، هتعمل لك يعني اريحيه في المباراه ومرونه بشكل كبير، انك تقدر تطلع منهم واحد وتنزل لاعب بشكل هجومي لو انت عايز تجيب جون او عايز تسجل او شفت ان المباراه تسمح ان انت تنزل، او ممكن يلعب بالطريقه التقليديه بتاعته ويحط قفشه في العمق. اجواء التامين هي اللي بحثته زي الكواليس يعني وجود النادي الاهلي في المغرب على الشاشه، وكابتن محمود الخطيب موجود. خلينا نكمل التشكيل بالظبط. فلو بدا بثلاثه في وسط الملعب هيبقى ديانج وفتحي وعمرو السوليه، ولو ما بداش طبعا بثلاثه في وسط الملعب هيبقى ديانج وعمرو السوليه وهيبقى معاهم محمد مجدي قفشه. فلو جينا في الاول خالص بنتكلم عادي على ثلاثه في وسط الملعب ارتكاز، فهنشوف ان في ثلاثه قدامهم هيبقى حسين الشحات على اليمين وجونيور اجاييه على الشمال واليو بادجي قدام او مروان محسن. ده لسه هو منه هو يعني ده قراره هو قبل المباراه. حسين الشحات، لكن حسين هيبدا يعني مش بدري شويه او استعجال شويه على ان حسين الشحات يلعب؟ لا حسين ظهر بالماتشات اللي فاتت، لسه ما جابش فورمته، بس حسين في الماتشات اللي زي دي في الهجمات المرتده اعتقد حسين ينقلك بشكل سريع. حسين ما جابش حتى 50% من مستواه لسه، طبعا كان مر بظروف اللي هي العمليه، بخلاف كمان كان بتاعت كورونا وبتاعت حاجات كتير. ليه مش الشيخ يعني؟ ليه مش الشيخ اللي ممكن يشارك؟ الشيخ عنده حساسيه المباريات الفتره الاخيره، انا شفت حتى في الكواليس موسيماني بيتكلم معاه وبيلعبه وبيشاركه المباريات الاخيره. ليه مش الشيخ وليه الشحات يعني؟ حلو ان يبقى عندك حلول، بس في نفس الوقت حسين الشحات من وجهه نظري هو اللي ينفع بشكل كبير جدا مع دفاع الوداد. احمد بيحب ان هو يدخل لجوه وبيحب ان هو يسيب الطرف شويه، لكن حسين لو اخترق من الطرف اولا هيوقف طرفي الوداد بشكل كبير، يعني سواء على اليمين او الشمال هيوقف عبد اللطيف نصير او يوسف عطيه الله، فهيوقفهم بشكل كويس جدا. كمان الدفاع بتاع الوداد بطيء الى حد ما، يعني الوداد لما هنيجي نتكلم عليه دلوقتي ونقول تشكيلته متوقعه، في احتماليه كبيره جدا ان يبقى السعيدي بيلعب دفاع بدل يعني عندهم اصابات شيخ قماره وعندهم اصابات كتير جدا في قلب الدفاع، فهو عندهم مشاكل في قلب الدفاع. فبرضه الحته اللي قدام انت محتاج الهجوم يكون بشكل سريع، يكون نقل الهجمه بشكل اقوى وبشكل اسرع، سواء حسين او اجاييه او حتى الهجمات المرتده طبعا بشكل كبير. انت لازم يحيى عطيه الله لاعب مميز جدا، وعندك برضه عندهم عبد اللطيف نصير لاعب مميز جدا، والاثنين دول ما بيرجعش معاهم كمان، خلي بالك، ولا اسماعيل الحداد ولا بديع عقل. قبل ما نروح لتشكيل الوداد، موسيماني يبتدي زي بالذات الشوط الاول، هل هو من النوعيه اللي عايز يعدي اول 45 دقيقه في امان ويطلع متعادل 0-0 والشوط الثاني بقى يلعب على جون او يلعب على هجمه مرتده، ولا هيلعب دفاع متقدم بحيث ان هو يخنق المدافعين بتوع الوداد واللي عندهم بعض الغيابات وعندهم بطء شويه في تحضير الهجمه؟ هو اعتقد ان موسيماني مش هيبدا الماتش بيخاطر انه يهاجم، هو هيبدا الماتش الاول يشوف الوداد يعني بيلعب ازاي، لان الوداد كمان خلي بالك طريقه اللعب بتاعته من اللي هي الطريقه اللي بتناسب الاهلي، اللي هو نفس الطريقه بتاعت الاهلي اللي هي الباص
من ورا ويطلع، استحواذ. غير الرجاء بيلعب كور اللي هي المباشره، كور الطويله، كور العرضيه، اللي هي الحاجات اللي بتاعت شغل شمال باتريس افريقيا، كارتيرون ده. شغل باتريس كارتيرون. آه. لكن الوداد لا، بين الكوره عندهم يحيى جبران مميز جدا في وسط الملعب، عندهم كمان بينزل ايمن الحسوني، وعندهم اكتر من لاعب من تحت. طب قول لي التشكيل، طيب تشكيل الوداد طبعا المتوقع بشكل كبير حراسه المرمى احمد رضا التكناوتي، التكناوتي واحد من حراس المرمى مميزين جدا. الهايلين جدا يعني انا عايز اشيد جدا بالتكناوتي وانس الزناتي يعني في الرجاء، الاثنين مميزين جدا يعني. التكناوتي بالاخص عامل موسم رائع يعني. موسم رائع طبعا. هيبقى باك شمال يحيى عطيه الله، ابراهيم نجم الدين بشكل كبير. في بقى اللي جنبه في خلاف لسه، صلاح الدين السعيدي هل هيلعب من نص الملعب في الدفاع ولا ممكن يدي حمزه اسرير؟ برضو اللي غايب شيخ كومارا، وغايب عنه اكتر من لاعب طبعا. باك شمال عبد اللطيف نصير، دول لعيبه مميزه جدا. بس خلي بالك ما بيزيدوش الا في حاله ما بيبقى فعلا في هجمه مرجحه ان هم يروحوا، لكن في حاله الدفاع بيبقوا كلهم واقفين، لان اسماعيل وبديع زي ما قلنا ما بيرجعوش. يعني سواء ما بيرجعوش بشكل كبير. عندهم قدرات هجوميه قويه، فعلشان كده ده بيؤثر على الناحيه الدفاعيه والمدربين كمان بيدوهم الحريه بالظبط زي الاهلي على فكره. الاهلي برضه بتبص فيها نفس النظام يعني. عندهم في وسط الملعب طبعا يحيى جبران، فلعيب مميز جدا يعني. طبعا خط الوسط المهاجم على اليمين بيبقى بيلعب بديع اوك، على الشمال خالص بقى اسماعيل الحداد. وليد الكارتي طبعا مميز جدا في البساط، ومميز جدا بيبقى عنده فرصه انه بيسدد. وايمن الحسوني مميز جدا. وليد الكارتي سمعت انه هيروح العين الاماراتي، عندهم كله عنده قوه قويه. خلي بالك كمان الوداد في اكتر من لاعب كان موجود في البطوله اللي خدوها من النادي الاهلي في 2017 بالظبط. فخط الهجوم كمان بقى هيبقى كازادي كاسينجو، برضه راجل عنده حلول كتير يعني. لو بصينا عنده حلول كتير جدا في الوداد، انه ممكن على فكره ما يبداش مثلا بكاسينجو، ممكن يبقى باللي تحت مثلا بالزيادات، لانه بيلعب على الكرات الثابته بشكل قوي جدا يعني. الكرات ثابته. وخلي بالك اسماعيل حداد وبديع عق مش من الناس اللي هي الاطراف اللي هي متطرفه خالص ما بتخش العمق، لا بالعكس، ده بيدخل العمق بيعمل 1 2 بالظبط مثلا مع وليد او مع ايمن على حسب اللي يقرب، مع عرضيه على طول لكاسيدي. فالموضوع بيبقى بشكل سريع جدا. فلازم التغطيه العكسيه عند النادي الاهلي تكون قويه جدا ويكونوا صحيين، وفي نفس التوقيت قلب الدفاع يكون واعي جدا، لان في المباريات دايما ده اللي كنت بقول لك. علشان كده انا خايف شويه من وجود ايمن اشرف، بيلعبوا عرضيه كتير جدا، وايمن مش مميز قوي في الارتقاء يعني. وياسر على فكره احنا الاهلي عنده مشكله بشكل كبير جدا في الارتقاء، وشفناه كمان في مباراه الزمالك. مصطفى محمد طلع ارتقى لوحده واستلم وشاط وحط وكل حاجه. لو تفتكر مباراه النجم الساحلي كان مين كان رامي ربيعه، كان الخنيسي اعتقد. لا مش الخنيسي، لا انا كان فاكر انه في حد في النجم الساحلي الاهلي خسروا هناك 1-0 واللي طرد حد، طلع الراجل استلم كان رامي من عدت من فوق، رامي نزل على صدره وحطها في الجول بالظبط. فانت عندك مشكله طبعا في لا شماخ، مش اعتقد شماخ مش الخنيسي اعتقد يعني. شماخ ممكن. فدلوقتي انت عندك كازيتي كاسونجو، عندك الكارت، عندك الحسون، عندك كل الناس دي في وسط الملعب بيلعبوا كوره سريعه جدا وبينيه بسرعه جدا. والعرضيات عندهم مميزه يعني. اسماعيل بيستلم بشماله واوفر على طول يعني، هم ما بيفكرش سواء بقى اوفر اللي بيعملوا برده كمان يا اسلام لعبتين كويسين جدا. بيلعبوا على القائم بعيد واللي بره. فطبعا اللي بره دوت بيجي طبعا الحسوني او الكارتي، الناس كلها بتروح على حاجه وهي اللي بره على طول. بعيد ده محدش شايفه، محدش على طول. علشان كده موسيماني هيلعب بثلاثه. ده لازم واحد يامن العمق الدفاعي، يرجع شويه وينزل لتحت شويه قدام، يبقى مثلث مقلوب شويه، يبقى على الدايره، يبقى موجود مثلا ديانج ممكن يعملها بشكل كويس جدا. وحمدي فتحي بيعملها بشكل كويس. وحمدي بيعملها طبعا. لو وقف الحسوني او الكارتي انت تعمل بس يعني زياده دفاعيه شويه، خاصه كمان الشوط الاولاني ممكن انت تطلع بهجمه. انت عندك بقى برضه على الدكه عندك احمد الشيخ، عندك وليد سليمان، عندك لعيبه كويسه تقدر انها تجد لك المباراه وتقدر تغير لك المباراه في نتيجتها. بس ليه يخش في الجول؟ لا انا رايي انك تامن، رايي انك تحافظ على النتيجه، خاصه عندك لقاء اياب، فعندك ده ذهاب واياب، ده شيء كويس جدا مش مباراه واحده، فهيساعدك بشكل كبير. الوداد يهمه المكسب على ارضه، فطبيعي الوداد هيبقى هو اللي بيهاجم، طبيعي هو اللي واخد الدفعه سواء من الكارتي او من حسوني او من الحداد او بديع. بس انا دايما بحذر لعيبه الاهلي من بديع بشكل كبير جدا. بديع لعيب مميز جدا، بيلعب على ناحيه اليمين يعني على ناحيه علي معلول عندنا، فعلي لو زاد بشكل كبير هيبقى في خطوره كبيره جدا، لان كمان الباك اللي معاه بيزيد بشكل كويس لو في حاله الهجمه، لان بديع بيدخل العمق، فطبيعي لو علي قطم يعني المفروض في الحاله دي ديانج يبقى بيساعد معلول. لازم الثلاثه في وسط الملعب يا بالذات ديانج اللي هو رقم 6 يعني. بالظبط. ولازم كمان ثلاثه في وسط الملعب، يبقى واحد بيميل ناحيه الشمال، واحد بيميل ناحيه اليمين، وواحد بينزل قدام قلب الدفاع. بالزبط. ده اللي لازم يحصل من الثلاثه. ما ينفعش الثلاثه يفضلوا واقفين قدام بعض والثلاثه بيحاولوا ان هم يزيدوا مع بعض، لا ما ينفعش في الزياده بس الهجوميه ده بيزيد يمين وده بيزيد شمال، لا لازم في الحاله الدفاعيه الاهم في ماتش الوداد هناك. طيب الكارتي، هل تفضل ان موسيماني مثلا يلعب بمان تو مان مع مفاتيح اللعب مع الحداد او مع الكارتي، يثبت حد معاهم باعتبار ان هم احد اهم او مفاتيح اللعب بالنسبه للوداد، ولا بنلعب بقى جيم 11 ضد 11 ونلعب غلق المساحات؟ هو اعتقد موسيماني مش من الموضوع ان هو بيلعب مان تو مان، وكمان مان تو مان دلوقتي في افريقيا وفي العالم كله قلت بشكل كبير، ما بقاش في موضوع المان تو مان، فانت عندك اما تلعب بشكل المجموعه افضل بكتير جدا من المان تو مان، ما تضيعش لعيب من عندك، ممكن يكون لعيب من الوداد مش يعني مش في حالته،
فليه تظلم لعيب عندك انه دايما يفضل واقف في الدوري؟ لا بالعكس، انا شايف ان محمد هاني لو ضغط بشكل كويس على اسماعيل حداد او احمد فتحي طبعا لو هو اللي موجود، خاصه عشان الكارتي بيلعب فري شويه، لو ديانج بيميل عليه بشكل كبير، هو والحسوني برضه، الحسوني خطر جدا وبينياته خطر جدا، فلو مال عليهم هما الاثنين هيبقى بشكل افضل طبعا. افضل من طبعا. يعني هو يلعب على غلق المساحات بالظبط، يلعب على غلق الدفاع. المباراه ان شاء الله هتكون يوم السبت الساعه 9 ان شاء الله. يعني ان شاء الله نتمنى مشاهده طيبه امام حضراتكم وهو على الشاشه السبت 17/10/2020 ان شاء الله ستكون الساعه 9 ان شاء الله. نستمتع بمباراه قويه جدا للطرفين ونتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي. برضه اسلام عايزين نقول برضه على يعني ارقام اسماعيل حداد. حداد السنه دي لعب 28 مباراه، سجل 9 اهداف وصنع 7. اسماعيل حداد اسماعيل حداد طبعا. سجل هدفين منهم في دوري ابطال افريقيا. بديع اوك السنه دي شارك في 32 مباراه، سجل 7 اهداف وصنع 6 اهداف، بينهم 2 في دوري ابطال افريقيا. وصنع 2 كانوا في اتحاد العاصمه الجزائري. لو بصينا على كازادي كاسينجو، ده لاعب مميز جدا، هو المهاجم بتاعهم طبعا، شارك في 22 مباراه، سجل 10 اهداف وصنع 5 اهداف، بينهم هدفين في دوري ابطال افريقيا كانوا في بيترو اتلتيكو الانجولي واتحاد العاصمه الجزائري. يعني واضح ان الثلاثه بيجيبوا جوال. مميزين جدا. وكاسينجو بيجيبوا ومعاهم الكارتي كمان طبعا، والحسوني كلهم بيسجلوا. وكمان خلي بالك خسرانين الدوري على الاخر في اخر مباراه، فالموضوع لا عندهم متحفزين طبعا، عايزين يفرحوا جمهورهم بدوري ابطال افريقيا، لانه السنه اللي فاتت هم اللي خسروا النهائي، والسنه اللي قبلها كانوا هم البطل، فاعتقد ان لا يعني موجود الفرصه. طيب خلينا نروح على مباراه الزمالك مع الرجاء، ومباراه لا تقل اهميه عن هذه المواجهه. والزمالك كان بيمر بظروف صعبه جدا، لانه يعني كارتيرون رحل وباتشوكو قدم مردود مش احسن حاجه في الدوري، لكن خلينا نقول ان الراجل بيسخن، ودي يعني المباراه المهمه والاختبار الحقيقي بالنسبه له. تفتكر ممكن يلعب ازاي باتشوكو هذه المواجهه؟ لا هيلعب بطريقته العاديه خالص، هيلعب عادي جدا ب 4-2-3-1 او ممكن يلعب ب 4-3-2-1 عادي على حسب الظروف اللي عنده. يعني النهارده بعد وصول فرجاني ساسي اعتقد ان فرجاني هيكون في المباراه. لو فرجاني بيلعب يبقى 4-2-3-1 بالظبط، لان فرجاني هو اللي بيقدر ينقلك وبيقدر يعملك. وكمان خلي بالك لعب الرجاء مختلف خالص عن لعب الوداد، يعني انت لعب الرجاء المغربي تقدر ان انت تبخته، الزمالك كمان عنده سرعات كبيره جدا على الاطراف وعنده القوه البدنيه كتيره جدا. يعني انت لو تبص على بن شرقي في الطرف قوي جدا، يوسف اوباما من العمق قوي جدا، الناحيه الثانيه لو زيزو لاعب هيبقى مميز جدا، فرجاني بالظبط، فرجاني وطارق فهو طارق. خلينا طبعا كده نقول التشكيل سريعا المتوقع، يعني اللي ممكن باتشوكو يلعب يعني طبعا هيبقى ابو جدل في حراسه المرمى، هيبقى باك يمين لسه في خلاف طبعا، يعني احمد عيد هو ممكن اللي ياخد طبعا. باك شمال هيبقى برده في عندهم مشاكل الزمالك في الباك اليمين والباك الشمال طبعا بشكل كبير. هيبقى محمود علاء لسه برده عليه خلاف بشكل كبير، المصاب كده الخط كله عليه خلاف. في شكوك طبعا كبيره جدا. رجاء كمان خلي بالك غايب عنده ناس كتير في الخط برده. الونش هيلعب، الونش طبعا هيلعب، خلينا نقول محمود علاء والونش، محمود علاء والونش هيبقى في وسط الملعب. ممكن مثلا نشوف فرجاني وطارق لو فرجاني سليم هيبقى موجود بالظبط. الثلاثه اللي قدامه طبعا هيبقى زيزو، هيبقى يوسف اوباما، وهيبقى ناحيه الشمال اشرف بن شرقي ومع مصطفى محمد. ده تشكيله طبيعيه خالص. ممكن يفاجئنا باتشيكو شويه في الطرفين بشكل كبير. ممكن يفاجئنا طبعا باتشيكو بشكل كبير ويلعب بثلاثه في وسط الملعب، ولا محمد حسن موجود في وسط الملعب. محمد حسن يعني ما اعتقدش ان هو قدم مردود كويس الفتره الاخيره، يبقى صعب انك تعتمد عليه في مباراه صعبه زي دي. بس ممكن يحب، يعني انت لما تبص في الطرفين انت عندك احمد عيد وعندك عبد الله جمعه، فانت عندك الظاهرين لا من الناس اللي بتجيد انها ممكن تقف ورا شويه. فانت ممكن يلعب، عشان كده الزمالك ممكن يلعب باثنين في وسط الملعب سواء فرجاني وطارق بس من غير ما يزود. لكن ممكن يفكر ان لا يلعب بثلاثه ويضمن التعادل مثلا ويرجع، او يضمن انه ممكن يخطف جول عن طريق بن شرقي او مصطفى او زيزو طبعا، فيامن وسط الملعب بمحمد. وكمان محمد حسن خد الماتشات اللي فاتت في الدوري، يعني عنده عنده حساسيه المباريات، يعني ده ماتش اسلام دايما بيحكم فيه على المدرب. يعني انت ماتش زي ده هيبين موسيماني بشكل كويس جدا وهيبين باتشيكو، لان الاهلي والزمالك معلش كتاب مفتوح قوي لكل المدربين في العالم. مش شرط انك تقول لي اصل انت لسه جاي فمش عارف المقومات اللي عندك، لا انت عارف كويس قوي لعيبه الاهلي وعارف كويس لعيبه الزمالك. يعني موسيماني اول ما جه كمان انت في 2015 باتشيكو كان موجود مع الزمالك مش من بعيد يعني، وعمل ارقام كويسه، عارف كوره بس كويس. يعني انت لو تبص على النادي الاهلي باتشيكو موسيماني لاعب الاهلي في اخر سنتين 4 مرات بالظبط، فعنده القدره وعنده الفايلات وعنده ناس عندهم محللين اداء بشكل كويس، وعندهم تحليل لكل لاعب في الفرقه. كل القصه ان هو غاب عن الاهلي دي، يعني الاهلي لعبه في صن داونز، الاهلي وصن داونز في الماتش شهر 3 اعتقد، فغاب عنه كام شهر 8 شهور وجه، فاعتقد الحته مش كتير. يعني هيبقى جاهز مع باتشيكو هيبقى جاهز طبعا مع الزمالك. وكمان وصول فرجاني النهارده هيدي دفعه قويه جدا لنادي الزمالك. فرجاني لعيب مميز ولعيب في اوراق راحه للزمالك في المباراه دي طبعا. انا بالنسبه لي زيزو بن شرقي لعيبه، لا خلينا برضه نشوف اللعيبه اللي بره. يعني هل عنده دكه بدلاء كويسه، حد يقدر ينزل لو حد اتصاب يغير نتيجه المباراه؟ لو احتاج لاي حد، مين اقرب الناس اللي ممكن تشارك؟ الزمالك لا، الزمالك دايما قوامه الاساسي هو اللي بيفرق له. يعني قوامه انت شفت حتى ماتشات الدوري الاخيره كان امام عاشور، فامام حتى مش مقيد في افريقيا وعنده اصابات كمان في خط قدام، عنده شيكابالا مصاب، عنده اكتر من لاعب مصاب موجود مع ممكن كابونجو كلهم طبعا موجودين. ممكن كابونجو مثلا هو اللي هيبقى تغيير اكيد مثلا في ظروف المباراه، مثلا ان كله يعني مثلا لو نفترض مثلا الزمالك سجل
فلو الرجاء مثلا طبعا بيهاجم انت تقدر تخطف هجمه مرتده عن طريق كابونجو كاسونجو. ممكن مثلا كاسونجو يبدا المباراه، برضه ما تضمنش دماغ بشيكو لان برضه بيفكر ان الرجاء هيهاجم عليا، فكاسونجو ياخد مساحات زي على فكره الحركه دي عملها كارتيرون. يعني كارتيرون عملها في مباراه الاهلي لما كان خلاص متقدم، فالاهلي طبعا بيهاجم نزل كاسونجو حصل الجول الثاني. الرجاء اكثر الفرق استقرارا في الاربع فرق، وقدر ان هو يفوز بالدوري المغربي الفتره الاخيره، بينافس زي ما انا قلت في البطوله العربيه وبينافس في البطوله الافريقيه، فبالتالي واخد الموضوع ستيب باي ستيب ومركز بشكل كبير جدا. وهو الفريق الوحيد اللي ما غيرش المدير الفني بتاعه جمال السلامي، المدرب الوطني، هو المدرب كمان الوطني الوحيد في الدور نصف بالظبط اللي بيأدي بشكل كويس جدا. الزمالك هيقابل الاستقرار ده ازاي؟ لا الزمالك بص، الزمالك السنه دي هو ابرز حد يعني بالنسبه للبطولات مستقر، يعني فاز ببطولتين. فالرجاء برضو داخل بمعنويات مرتفعه لانه لسه متوج بالدوري المغربي من ايام بسيطه. فطبعا الفريقين ماتشات افريقيا دايما الاسلام بتبقى مختلفه خالص، يعني التفكير مختلف خالص، كل لعيب فيهم عنده حلم وعنده حلم اللي هو الفوز بافريقيا. الزمالك كمان بطل الكونفدراليه من سنتين، بطل السنه اللي فاتت قصدي، مش بطل دوري الابطال بقى له اكثر من سنه من 2002، فطبيعي هدفه دوري الابطال. ماتش زي ده هيبقى مختلف تماما. الرجاء كمان عنده عناصر قويه جدا، عنده مميزين اهم العناصر المميزه في الرجاء طبعا يعني محسن متولي الناحيه اليمين طبعا هيبقى خطير جدا. هداف رائع. الناحيه الثانيه هيبقى في سفيان رحيمي وده لعيب مميز جدا جدا. بالزبط. عبد الله الحفيظي دوت يعني لعيب حكايه يعني. وطبعا في قدام بين مالينجو يعني. بس هو ممكن على فكره تلاقيه بيلعب سفيان قدام. كمان الرجاء خسر حميد الحداد. مالينجو كمان انضم مؤخرا، يعني كان عنده مشاكل ايام كورونا وكان في الكونغو وما قدرش ان هو يجي بسهوله، فانضم مؤخرا. المباراه الاخيره كان رحيمي بيلعب هو في الحته اللي قدامه، كان محسن على اليمين وكان موجود برده معاهم عبد الله الحفيظي. عندهم كمان في وسط الملعب لعيبه كويسه زي عمر العرجون ومحمد ازريده، وعندهم في الدفاع كمان الباكين عبد الله مدكور وعنده كمان الياس الحداد وعنده فابريس نجاه. مش عايزين ننسى كمان بدر بنون اللي هو يعني بنسبه كبيره في النادي الاهلي خلاص بدايه السنه. بدر مميز جدا 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 في الضربات الثابته، لو طيب. الزمالك ما خدش باله هتبقى مشكله. الوقت جري. سؤالي الاخير، مين يفوز هنا ومين يفوز هنا؟ انا توقعي ان المباراتين الذهاب هيخلصوا تعادل. وانا توقعي الحسم في القاهره يبقى الاهلي والزمالك. انا توقعي ان السنه دي نهائي مصري بين الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا. شرفتنا ونورتنا يا نجم. ده نورك يا اسلام والله. ربنا يخليك. نوركم. دي كانت حلقتنا النهارده من ملعب افريقيا. اعتقد جبنا كل الكواليس الخاصه بالمباريات المهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، وايضا الكونفدراليه. كل التوفيق لكل الفرق المصريه المشاركه وايضا الفرق العربيه المشاركه. استنونا الخميس الجاي وحلقه جديده من حلقات ملعب افريقيا على الفضائيه المصريه. تصبحوا على خير.